اوعى تثبت للي ظلمك انك صح، لانه عارف انه ظلمك وقاسى عليك وافترى عليك وقلل منك، وربما قصر حياتك وقلل من شأنك وشوه في سمعتك وخوف الناس منك. هو عارف ان انت ما تستاهلش اللي اتعمل فيك، هو عارف تماما ان جواه ناحيتك افتراء كبير قوي. اللي ظلمك مش بيدور على الحق، بيدور على مخرج، على مخرج عشان يطلع من اللي عمله فيك، على مخرج ان ضميره اتحرك شوية. شرحك الكتير على قلب مقفول في حقد او غل تجاهك من دماغه، من حد سلطه عليك، في الاخر هو ظلمك. ربنا طمس على قلبه انه يوريه الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هتتوقع ايه من حد تطاول على ربنا؟ لأن ربنا حرم الظلم على نفسه. يعني ربنا يقول: إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فتخيل ربنا حرم على نفسه يظلم، هو استباح لنفسه اللي رب العالمين حرمه على نفسه. فسكوتك عنه هو المطلوب. ارفع الملف بتاعك لرب العالمين، ارجع له، اقف على بابه، قل له: يا رب ماليش غيرك، يا رب كل الأسباب اتقفلت والسبل خلصت إلا بابك، فيا رب أنا مظلوم وحقي عندك. فالقنطرة يوم القيامة في الانتظار، وقل له: يا رب عبدك موجوع مكسور من عبد زيه افترى عليه وظلمه ودمر له حياته وكسر بخاطره، بل وقفل كل بيبان الفرحة تخبط عليك. القنطرة في الانتظار. الدنيا والأيام دي أرخص لك. وقول حاجة واحدة بس: يا رب أنا مظلوم، إني مغلوب فانتصر. وقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ربنا بيطمنك وبيقول لك: هتنتصر هتنتصر. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي.